السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة ديت شقة لسه هنبتدي فيها إن شاء الله، وديت صور ليها قبل الشغل وقبل ما يبدأ الشغل بتاعنا. طبعا عملنا مرمات كهرباء زي ما احنا شايفين. في هنا جنب زي ده سيراميك. طبعا هنغير شكله تماما، هنشوف إن شاء الله في الآخر. عملنا فيه تعديل في الكهرباء كتير زي ما حضراتكم شايفين. الأبواب والنجارة كانت كلها بني غامق. آه، ان شاء الله هنظبط الكلام ده كله، بس طبعا انا جايب لكم في الاول عشان تخليكم فاكرين الشكل ده كويس جدا. الالوان طبعا كانت شكلها شاذ، الوان غريبة، الوان مش ماشية مع بعضها نهائي. هنا البلكونة زي ما انتم شايفين الشمس كانت واكلاها لانها كانت متشطبة تشطيب رديء، وكانت كلها معمولة ورنيش ماء وشغل سوقي جدا. فطبعا الشمس اثرت فيه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. فإن شاء الله هنبتدي إن إحنا ننضف الأول التالف ده كله، وبعد كده هنبتدي الشغل بتاعنا، وإن شاء الله هنحولها تحويل جذري زي ما هنشوفها دلوقتي. هنا طبعا أثناء تنظيف الجدران بالصاروخ والفرش السلك شلنا كل التوالف وكل الزيادات قبل ما نعمل أي حاجة وقبل أي خطوة. دي طبعا أول خطوة وأهم مرحلة وأهم خطوة، اللي هي أول حاجة ديت إن إحنا ننظف ونشيل كل الزيادات ونشيل كل الكلام ده كله وننظف الحيطة كويس، وبعد كده نعزل عزل نضيف، وبعدين نشتغل على بركة الله. هنا طبعا ده تعديل الكهرباء. بعد ما عدلنا الكهرباء وظبطناها زي ما انتم شايفين. ومن أهم المراحل في الشغل بتاعنا ده إن ما تخليش مرمات الكهرباء ديت تظهر أو تبان بعد الفينش. هنا كمان برضو البلكونة عملنا فيها أباليك، في خطوط عملت للتكييفات والشغل والكلام ده كله. طبعا دي كلها تجهيزات بتبقى قبل الشغل بتاعنا، بحيث لما نشتغل ما يكونش فيه أي تعديل تاني. هنا بقى إن شاء الله ديت النتيجة النهائية، ونقول على بركة الله. طبعا ده هنا العزل اللي احنا عزلناه الأول على البلكونات قبل الشغل. ده العزل ده أهم حاجة علشان خاطر إن هي تقبل شغل بعد كده وما يحصلش فيها أي مشاكل. هنا الفينش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كده يا جماعة الشقة بعد ما خلصت الحمد لله اهيت. طبعا غيرنا، كان هنا البلانكة كلها أحمر خليناها كلها أبيض. اللون بتاع الحوائط تواليت. كان في عندنا هنا ستارة كده قطعناها وركبنا بديل رخام بديل خشب، وركبنا فيه ليد بروفايل اللي هو ده. طبعا كان في مكانها اصلا سيراميك، فاحنا غيرنا شكل السيراميك بحيث ان ايه ما نكسرش ولا نبهدل الدنيا، وفي نفس الوقت نعمل ديكور شكله حلو. الشكل طبعا اختلف كتير جدا جدا. عملنا هنا اباليك، ما كانش فيه هنا اباليك زي ما انتم شايفين كده. نيجي ندخل على الطرقة. طبعا بقت حاجة تانية خالص. برضه الكورنيش كان فيها ذهبي وفيها شغل قديم، خليناها كلها ابيض صافي. اللون من بعيد حاجة كده تحفة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابها، وان شاء الله تكون سكن خير ليهم ولأولادهم ويتمتعوا بيها. الشيش طبعا كان بني، غيرنا لون خالص، هنشوفه مع بعض دلوقتي برضه. نيجي ندخل جوه هنا اوضه الاطفال. برضه كانت البلانكه ديت حمراء اللي هو بيت النور ده، خليناه كله شكل تاني خالص زي ما احنا شايفينه كده. تمام. نيجي هنا، ده لون الشيش اهوت، هجيبه لكم من بره عشان يبان اكتر.
طبعا برضو الازاز كان بني، يعني كان كله بني، فالالوان كانت غامقه كتير، وفي الوان شاذه قوي زي الاحمر. كانت مضيقه المكان ومضيقه الشقه. حتى بيت النور ده كان احمر. برضو غيرنا الشكل خالص، دي اوضه النوم. ركبنا لها كهرباء، ركبنا لها كشافات زياده زي كده. بقت حاجه تانية طبعا. عملنا هنا برضو ابليك، عملنا هناك كده ابليك فوق السرير. هنا هيبقى السرير بتاع اوضه النوم. تمام. ركبنا ليد بروفايل بيقلب 7 الوان زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان هو بالليل يبقى عامل جو في الشقه. لو احنا طفينا كده، نطفي الكشاف كمان كده، طبعا الجو بالليل هيكون افضل كتير يعني. حتى لو طفينا الاباليك كمان هتلاقي الشكل جميل. في طبعا بقى حاجه محتاجه اضاءه زياده، هنقيد النور هتلاقي الدنيا بقت الحمد لله زي الفل. تمام. نيجي بقى البلكونات، اهم حاجه اللي كان شكلها دمار شامل. البلكونات بقى زي ما احنا شايفين، ده لون الشيشه اهوت مع لون الحوائط، مخلينه درجه اغمق من الحوائط شويه. طبعا ده جوت شيلد اكستريم خارجي، وده بويا جوتن، فبرضه متدرب كمبيوتر، فعشان كده هو جاي الدرجة اللي هي زي كده بس الأغمق منها، بحيث إن يكون اللون فيه تناسق، يكون شكله من بعيد يدي شكل جميل. نقفل كده. طبعا الحيطة هنا كلها كانت مشققة وكلها شروخ وكانت مقشرة، والشمس كانت مبهدلاها خالص. قشرنا ده كله زي ما شفته و... وابتدينا بقى نشتغل الشغل بتاعنا وظبطنا الدنيا. ركبنا هنا اباليك، لسه الاباليك ده هتشطب كهرباء، ولسه في كشافات هتركب فوق. ده لون الشيش. دي البلكونه اللي انتوا شفتوها في الاول. الحمد لله الدنيا اختلفت 180 درجه. اتمنى يكون الشغل عجبكم، اتمنى يكون في افاده ولو باي معلومه. اي حد عنده استفسار عن اي حاجه انا تحت امره، ويسعدنا طبعا ان يكون في تواصل بيننا وبين المتابعين، واحنا تحت امركم في اي حاجه. وانا ما بقدرش ان انا اتاخر عن اي حد في اي حاجه يطلبها مني. ادعوا لنا كده ربنا ييسر لنا الحال، وربنا يبارك لاصحاب الشقه، وان شاء الله استنونا في كل اعمالنا الجايه باذن الله. هحاول اجيب لكم الابليك ده كمان. طبعا الشقه كلها ما فيهاش ديكورات كتير، يعتبر ساده، فعملنا ديكورات بالكهرباء كده، حاجه يبقى شكلها شيك وحاجه جميله. ما فيش الا هو البديل ده بس اللي ركبناه، وركبنا فيه الليد. هو كان المطلوب طبعا ان يكون كله ابيض في ابيض، ولكن احنا عملنا درجه تواليت بحيث ان هي برضه تبقى ابيض، وفي نفس الوقت فيها سنه جراي خفيفه خالص، يعني كده الابيض ومعاه الجراي او التواليت. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.